السلام عليكم، أهلا الإخوة الأخوات، كيف الحال والأحوال؟ نتمنىكم تكونوا في أفضل حال بإذن الله. اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة كالعادة. وقبل الشروع في الوصفة كنشكر الإخوان والأخوات اللي كيدخلوا عندي الخاص وكيشجعوني وكيدعموني بصراحة وكيبارطاجيو معايا التطبيقات. شكرا لكم كثير. بتحفيزكم مازال نزيدو ان شاء الله القدام والمزيد من الجديد باذن الله. كيف كتشوفوا اليوم كيك اقتصادي بجوج ديال البيضات بنسمه الشوكولا والقهوه، وكلنا كنعرفوا شحال كيتواتاو مع بعضياتهم شوكولا وقهوه، كيجيو يا سلام. خدمته في هذا المول ديال الغرانيت، ويمكن لكم تخدموه في اي مول عندكم. بالنسبه لمكونات الكيك على بركه الله، كنحتاجو جوج ديال البيضات، جوج ديال دانيت كراميل، اولا يمكن لكم ديروا شوكولا، انا اكتفيت ديال الكراميل. 225 غرام ديال السكر سنيده، بالعبار ديال كاس العنبه، كاس ديال العنبه عامر، ونص كاس ديال العنبه عامر. يعني كاس ديال العنبه كيوزن 150 غرام ديال السكر سنيده، ونص كاس كيوزن 75 غرام، صافي 225 غرام يعني ديال السكر سنيده. معلقه صغيره فاني، قبيصه ديال الملح، معلقه كبيره ديال الكاكاو بني نوعيه ممتازه، 3 ديال الخمارات، و300 غرام 370 غرام ديال الدقيق الابيض، وكاس ديال العنبه ديال الزيت، وكذلك معلقه صغيره ديال الخل. اول حاجه كنخدموا البيض مع قبيصه ديال الملح والفاني، كنخدموهم مزيان بالباتور حتى كيتحل داك البيض. من بعد كنضيفوا السكر سنيده كيف قلت كاس ونص، كنضيفوا الكاس الاول وحنا دائما كنواصلوا التضراب بالباتور، ومن بعد كنضيفوا نص كاس كذلك هكا باش كنتحكموا في الطلوع ديال البيض باش كيجي مهوي وكيجي سوفلي. دائما نواصلوا التضراب. كنضيفوا كذلك الزيت اللي هو كاس ديال العنبه ديال الزيت، اي ما يعادل 150 غرام ديال الزيت. يعني بالعبار نعطيكم العبار بالكاس والعبار عاود بالغرام. كاس العنبه ديال الزيت 140 غرام، كذلك جوج ديال دانيت كراميل. وكنخدموا دائما بالباتور ما نحبسوش من الخدمه. ومن بعد كنضيفوا معلقه كبيره ديال الكاكاو بني، نوعيه دائما كنأكد نوعيه ممتازه هكا باش كيعطينا حتى الجماليه في اللون ديال الكيك. نخلطوه حتى كينسجم مزيان، ثم نضيفوا الدقيق الابيض بالتدريج، لان غنبقاو نخدموا دائما هذا الكيك بالباتور ما غاديش ينزل. نخدموه مزيان مزيان حتى يتانتيغرا هذاك الدقيق الابيض مع الخليط والمكونات. من بعد عاد كنضيفوا الخميره، ما كنضيفوش الخميره في السوائل في الاول هكا باش يبقى ليفي ديالها. من بعد كنضيفوا ما تبقى من الدقيق الابيض دائما على دفعات. دائما بالباتور تنخدموا هذا الكيك كيجي سوفلي، كيجي مهوي زوين بصراحه، حتى ولا هو فيه غير جوج ديال البيضات. وبالاخص المول هذا اللي خدمت فيه يعني حجم كبير، ماشي العدد ديال البيض هو اللي كيعطينا الحجم ديال الكيك، وانما الخدمه هي اللي كتعطينا داك العلو ديال الكيك، وكيجي سوفلي كيجي مهوي مزيان بالخدمه. من بعد كنضيفوا معلقه كبيره قهوه سريعه الذوبان، استسمح ما ذكرتش المقادير ديالها، هي والكاس ديال الماء طايب. تنخلطوهم كيف كتلاحظوا كنضيفوهم بالتدريج. علاش كنضيفوهم بالتدريج وحنا كنخدموا؟ لان هذاك الماء اللي فيه القهوه طايب يعني سبوله هكا باش ما يطيبش لينا البيض. كنحاولوا نرميوه بالتدريج وحنا بحال كنبردوه بالباتور، وفي نفس الوقت يعني تيدخل في المكونات وما يغلبناش حتى كنكملوا. الكاس كله دائما القياس ديال العنبه
معلقة كبيرة تكون بومبي يعني عامرة ديال قهوة سريعة الذوبان. دائما كيف كتلاحظوا كنضيف القهوة بالتدريج. يمكن لكم حتى ديروا القهوة مقطرة العادية يعني تصفى مزيان عاد ونديروها بنفس الطريقة. وفي الاخير يعني كقاعدة دائما الخل تيعقم لينا تيحيد الزفورة ديال البيض، وبالمرة تيخلي الكيك تيزيد يولي سوفلي اكثر. صافي ينسجم الخل مع المكونات كلها. هذا هو القوام ديالو كيف كتلاحظوا. بعد ما كان الخليط ثقيل ضفنا ليه الكاس ديال القهوه صافي وترخف عادي، وكنديروه في المول. المول يكفي اننا ندهنو غير بالزبده فقط، ما نحتاجوش نديرو ليه الطحين باش ما كتجيش في ديك الطبقه ديال الطحين باينه ملي كنديموليو الكيك وكيولي الظهر هو الواجهه. من الاحسن ندهنو غير بالزبده صافي وكندخلو الفران بالطريقه العاديه. الفران دائما بارد على 180 درجه حتى كيطيب بسهوله باش كيديمولا من المول كيف كتلاحظوا. يعني حتى ولا هو بلا طحين بلا والو صافي. ومن بعد كنزينوه بالطريقه اللي بغينا، يعني تزيين كيبقى على حسب. انا اكتفيت غير ب 100 غرام ديال شوكولا غيش صافي درتها بان ماغي، ومن بعد زي بغيتها بهذا صافي. وكنزينو على حسب كل واحد باش يعني باش بغى يزين. انا زينت بفوي دور، يمكن في ارجونتي، يمكن سكر ناج هذاك السكر حبيبات غليظ كيجي بحال حبيبات ديال الثلج كيجي تا هو رائع. يعني نزيبغيو بالكراميل نزيبغيو باش يعني كل واحد والذوق ديالو على حسب اللمسه الخاصه ديال اي واحد. يعني حتى كنزينو يمكن لينا نزينو الواجهه كلها، يمكن لينا انا حبيت نزين غير النص ديالو هكا باش كتبقى باينه داك لومبرانت ديال هذا المول. صراحه هذا المول ديال غرانيت رائع كيمشي بزاف. مازال غنخدم معكم، انا ديجا خدمتها غير المونتاج مازال ما درتوش. خدمت به مملحه جات رائعه بصراحه، نتقاسمها معكم. مملحه بالكنافه في هذا المول هذا نيت. هذاك الشيء علاش ما يندمش الانسان لا حتى ولا خدا بداك الثمن 150 درهم تقريبا. هذا هو الحدود ديال الثمن ديالو. يعني كنخدموا به شحال من حاجه، الصفا، الكيك، بزاف بزاف الدسر، بزاف ديال الحاجات ان شاء الله، المملحات كذلك. دائما نبقاو في نرجعوا الكيك ديالنا كيف كتلاحظوا كيجي كيك رائع حتى ولا هو غير بجوج بيضات. كيجي المول بحجم عائلي كيعطينا هذا القياس تبارك الله. كيف كتشوفوا هاد السر ديال الطلوع ديال الكيك راجع الخدمه بالباتور. ثاني حاجه راجع لهذا عفوا راجع لهذاك الكاس ديال القهوه اللي كيكون دائما سخون كيخليه مجوف من الداخل. كيف كتلاحظوا يعني كيجي مهوي من الداخل، ما كيجيش مدقص ولا مجموع، لا كيجي مجوف، كيجي يعني لو كيك سبونجيو، ما كيجيش مدقص كيف قلت قبل. وهكا الكيك ديالنا تيكون واجد. يمكن لكم تطبقوه سواء بدانيت شوكولا سواء بدانيت كراميل على حسب. انا كيف قلت خدمته غير بكراميل ولكن جا رائع مع المذاق ديال القهوه. وكنتمنىكم تجربوا ودائما تقاسموا معايا التطبيقات ديالكم وبالصحه والراحه.